كيف يمكن لشعبين يتشاركان التاريخ، اللغة، الدين والثقافة أن يصلا إلى قطيعة دبلوماسية كاملة؟ علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. كيف يمكن لشعبين يتشاركان التاريخ، اللغة، الدين والثقافة أن يصلا إلى قطيعة دبلوماسية كاملة؟ كيف يتحول شعار المغرب العربي إلى حلم مؤجل وحدود مغلقة منذ عقود؟ المغرب والجزائر لم يدخلا حربا شاملة طويلة، لكن التوتر بينهما لم يهدأ منذ أكثر من 60 عاما. حرب الرمال، الصحراء الغربية، سباق النفوذ، الاتهامات المتبادلة. فهل الخلاف سياسي فقط أم أنه صراع جيوسياسي أعمق من ذلك؟ هل هو إرث حدود رسمها الاستعمار أم تنافس على العامة الإقليمية؟ في هذا الفيديو سنعود إلى الجذور لنفهم كيف بدأ كل شيء ولماذا ما زال مستمرا حتى اليوم. لفهم الخلاف بين المغرب والجزائر لا بد من العودة إلى لحظة رسم الحدود في شمال أفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية. عندما احتلت فرنسا الجزائر عام 1830 بدأت تدريجيا في توسيع نفوذها جنوبا وغربا، ما أدى إلى إعادة رسم خرائط المنطقة وفق مصالحها الاستراتيجية وليس وفق امتدادات تاريخية أو قبلية أو سياسية مستقرة. عند استقلال المغرب عام 1956 ثم الجزائر عام 1962 بعد حرب تحرير دامية، ظهر سؤال حساس: هل الحدود الموروثة عن الاستعمار نهائية وغير قابلة للنقاش، أم أن هناك أراضي تاريخية يجب إعادة التفاوض حولها؟ بعد أشهر قليلة من استقلال الجزائر، اندلع أول صدام عسكري مباشر بين البلدين عام 1963 فيما عرف بحرب الرمال. لم تكن حربا شاملة، لكنها كانت مؤشرا مبكرا على أن قضية الحدود لم تحسم وأن الثقة بين النظامين الوليدين لم تكن راسخة. الجزائر الخارجة لتوها من حرب تحرير شرسة تبنت مبدأ الحفاظ على الحدود الاستعمارية لتجنب الفوضى الإقليمية، بينما رأت الرباط أن بعض المناطق كانت تاريخيا ضمن نفوذها قبل الاحتلال الفرنسي. ورغم أن القتال توقف بسرعة بوساطات عربية وأفريقية، فإن الجرح السياسي لم يلتئم بسهولة. منذ تلك اللحظة لم يعد الخلاف مجرد ترسيم حدود، بل أصبح عنصرا مؤسسا في العلاقة بين دولتين تسعيان إلى تثبيت شرعيتهما داخليا وتعزيز مكانتهما إقليميا، وهو ما سيمهد لاحقا لصراع أكبر وأطول أمدا. بعد استقلال الجزائر عام 1962 لم تمض سوى أشهر قليلة حتى انفجرت أول مواجهة عسكرية مباشرة بينها وبين المغرب فيما عرف بحرب الرمال. ورغم أن النزاع كان محدودا جغرافيا وزمنيا، فإنه حمل دلالات أعمق من حجمه العسكري. فالمشكلة لم تكن مجرد اشتباكات حدودية، بل صداما بين رؤيتين مختلفتين لمفهوم السيادة بعد الاستعمار. الجزائر الخارجة لتوها من حرب تحرير طويلة ودموية ضد فرنسا كانت تعتبر أي مساس بحدودها تهديدا لوحدتها الوطنية الهشة. أما المغرب الذي دعم الثورة الجزائرية سياسيا ولوجستيا خلال سنوات الاستعمار، فكان يرى أن المرحلة الجديدة تستدعي إعادة مناقشة بعض الملفات العالقة بروح أخوية. لكن سرعان ما تحولت التوترات الدبلوماسية إلى مواجهات ميدانية محدودة، ما أدخل البلدين في أول أزمة ثقة عميقة بين نظامين حديثي العهد بالاستقلال، كل منهما يسعى لترسيخ شرعيته داخليا وإثبات قوته خارجيا. انتهت الحرب بوساطات عربية وأفريقية دون تغير جذري في الحدود، لكن آثارها النفسية والسياسية بقيت أطول من المعركة نفسها، فقد رسخت شعورا متبادلا بالحذر، وأظهرت أن الروابط التاريخية والدعم المشترك ضد الاستعمار لا يمنعان تضارب المصالح بعد بناء الدولة الوطنية.
منذ تلك اللحظة لم يعد الخلاف بين الرباط والجزائر مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل أصبح ملفا حساسا ينعكس على السياسات الإقليمية لعقود لاحقة، ويمهد لمرحلة أكثر تعقيدا سيتصدرها ملف الصحراء الغربية. في منتصف السبعينيات برز ملف إقليمي في المنطقة ليصبح العامل الأكثر تأثيرا في مسار العلاقات بين البلدين. مع انسحاب القوة الاستعمارية السابقة من ذلك الإقليم، ظهرت تباينات في التصورات حول مستقبل المنطقة وكيفية تدبير وضعها القانوني والسياسي. بالنسبة لأحد الطرفين، كان الأمر يتعلق باستكمال مسار سيادي يعتبره امتدادا طبيعيا لوحدته الترابية، بينما رأى الطرف الآخر أن الموضوع مرتبط بمبدأ تقرير المصير وفق الرؤية التي يتبناها في السياسة الخارجية. منذ ذلك الوقت لم يعد الخلاف سياسيا عابرا، بل تحول إلى ملف إقليمي مطروح داخل الهيئات الدولية، وأصبح عنصرا ثابتا في العلاقات بين البلدين. ورغم مرور عقود، ظل هذا الملف حاضرا في الخطابات الدبلوماسية والبيانات الرسمية، وأثر بشكل مباشر وغير مباشر على مناخ الثقة بين الجارتين. كل طرف تمسك بموقفه باعتباره منسجما مع تصوره لمبادئ السيادة والاستقرار الإقليمي. ورغم محطات التهدئة التي شهدتها السنوات اللاحقة، بقي هذا الملف بمثابة عقدة مركزية في العلاقة الثنائية، تعيد الواجهة كلما ظهرت مبادرات سياسية أو تحولات إقليمية. وهكذا أصبح الخلاف أعمق من مجرد اختلاف حدودي، ليتحول إلى اختلاف في الرؤى حول إدارة القضايا الإقليمية، وهو ما سيؤثر لاحقا على مشاريع التعاون المشترك ومستقبل التكامل المغاربي. بعد سنوات من التوتر السياسي، شهدت العلاقة بين البلدين محطة حساسة تمثلت في إغلاق الحدود البرية بينهما في تسعينيات القرن الماضي. جاء ذلك في سياق إقليمي مضطرب، حيث كانت المنطقة تمر بتحولات أمنية داخلية وإقليمية معقدة. قرار الإغلاق لم يكن مجرد إجراء تقني، بل تحول إلى رمز لمرحلة طويلة من البرود السياسي، وأثر بشكل مباشر على حركة الأفراد والعائلات والتبادل التجاري بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية عميقة. مع مرور الوقت أصبح هذا الإغلاق عنصرا ثابتا في العلاقة الثنائية، يعكس حجم التباعد أكثر مما يعبر عن خلاف ظرفي. ورغم وجود فترات عرفت خطابا أقل حدة، فإن الثقة المتبادلة ظلت محدودة. كل طرف برر مواقفه باعتبارات أمنية وسيادية، بينما ظل المواطن البسيط هو المتأثر الأول بواقع الانفصال الميداني بين بلدين جارين. إغلاق الحدود لم يكن مجرد نتيجة خلاف سياسي، بل ساهم بدوره في تكريسه. فعندما تتراجع قنوات التواصل المباشر، يزداد الاعتماد على التصريحات الرسمية ووسائل الإعلام، وهو ما قد يضخم أحيانا نقاط الخلاف. وهكذا تحولت الحدود المغلقة إلى تجسيد عملي لحالة الفتور، وأحد أبرز العناوين التي تختصر تعقيد العلاقة بين البلدين. مع مرور السنوات لم يعد الخلاف محصورا في ملف واحد أو حادثة بعينها، بل أخذ بعدا أوسع يرتبط بتباين الرؤى حول دور كل دولة في محيطها الإقليمي. كل بلد يسعى بطبيعة الحال إلى تعزيز حضوره السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في محيطه القريب وفي القارة الأفريقية عموما، وهو ما قد يفهم أحيانا كتنافس غير مباشر بدل أن يكون تكاملا مشتركا. هذا التباين لا يعني بالضرورة صراعا مفتوحا، لكنه يعكس اختلافا في أولويات السياسة الخارجية وفي طبيعة التحالفات الدولية. فحين تتحرك إحدى الدول في اتجاه دبلوماسي معين، قد ينظر إلى ذلك من الجهة الأخرى باعتباره إعادة تموضع استراتيجي يستدعي الحذر. وهكذا يصبح المشهد الإقليمي مساحة تتقاطع فيها المصالح وتتفاوت فيها الحسابات، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود مواجهة مباشرة. ورغم هذا التنافس، تبقى الجغرافيا عنصرا ثابتا لا يمكن تغييره، كما أن التحديات المشتركة من التنمية الاقتصادية إلى الاستقرار الإقليمي تفرض واقعا يجعل التعاون خيارا مطروحا دائما حتى في لحظات الاختلاف. لذلك يمكن القول إن العلاقة بين البلدين تتحرك بين منطق التباعد السياسي ومنطق الحاجة الموضوعية للتنسيق،
وهو توازن دقيق يفسر استمرار التعقيد في مسارها. في السنوات الأخيرة وصلت العلاقة بين البلدين إلى مرحلة وصفت بأنها من أكثر المراحل حساسية، مع إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين. هذا القرار لم يأتي بشكل مفاجئ، بل جاء بعد تراكمات طويلة من البيانات المتبادلة والتوترات السياسية التي انعكست على مستوى الخطاب الرسمي. ومع غياب السفارات والتمثيل المباشر، أصبحت قنوات التواصل أقل مرونة وأكثر رسمية عبر وسطاء أو عبر المنظمات الإقليمية والدولية. قطع العلاقات لا يعني بالضرورة انقطاع الاتصال غير المباشر، لكنه يعكس مستوى مرتفعا من انعدام الثقة السياسية. في مثل هذه الحالات تصبح كل خطوة محسوبة بدقة، وتتحول القرارات الثنائية إلى رسائل سياسية موجهة للداخل والخارج في آن واحد. كما أن هذا الوضع يؤثر على إمكانيات إطلاق مبادرات مشتركة أو إعادة إحياء آليات التعاون السابقة. ورغم أن القطيعة تبدو عنوانا للانسداد، فإن التجارب الدولية تظهر أن العلاقات بين الدول قد تمر بمراحل توتر ثم تعود إلى مسارات الحوار وفق متغيرات إقليمية أو داخلية جديدة. لذلك تبقى هذه المرحلة رغم حساسيتها جزءا من مسار طويل قابل للتغيير، تحكمه المصالح العليا لكل دولة ومتطلبات الاستقرار في المنطقة ككل. بعيدا عن البيانات الرسمية والمواقف السياسية، يظل الأثر الأعمق لأي توتر بين الدول محسوسا على مستوى الشعوب. بين البلدين روابط تاريخية وعائلية وثقافية متداخلة نتجت عن الجغرافيا المشتركة والتاريخ المتقاطع. وعندما تتعثر العلاقات تتأثر حركة التنقل وتتراجع المبادلات الاقتصادية، ويشعر المواطن العادي بأن الخلافات السياسية انعكست على تفاصيل حياته اليومية رغم أنه ليس طرفا مباشرا فيها. إلى جانب البعد الإنساني، تأثر أيضا مشروع التكامل الإقليمي الذي طرح منذ عقود كإطار لتعاون اقتصادي وتنموي مشترك بين دول المنطقة. فالتنسيق الإقليمي يحتاج إلى حد أدنى من الثقة السياسية، وعندما تغيب هذه الثقة يصبح تفعيل الاتفاقيات أو إطلاق مبادرات مشتركة أمرا أكثر تعقيدا. وهكذا يتحول الجمود السياسي إلى عامل يبطئ فرص التنمية التي كان يمكن أن تستفيد منها جميع الأطراف. ورغم هذا الواقع، تبقى الروابط الشعبية عنصر توازن مهم، إذ غالبا ما تظهر المجتمعات استعدادا للحفاظ على جسور التواصل الثقافي والاجتماعي بعيدا عن الخلاف السياسي. وهذا المعطى يفتح المجال أمام احتمالات مستقبلية أكثر إيجابية إذا ما توافرت إرادة سياسية تعيد تفعيل الحوار وتضع المصالح المشتركة في صدارة الأولويات. يلعب الإعلام دورا محوريا في تشكيل تصورات الشعوب حول الخلافات الإقليمية، سواء عبر الأخبار الرسمية أو البرامج التحليلية أو وسائل التواصل الحديثة. في حالة العلاقات بين البلدين، أصبح الخطاب الإعلامي أداة مزدوجة، فهو ينقل الأحداث الواقعية ويشرح التطورات السياسية، لكنه في بعض الأحيان يستخدم لتأكيد المواقف الرسمية أو تعزيز الهوية الوطنية أمام الجمهور المحلي. هذا التفاعل هذا التفاعل بين الإعلام والسياسة يساهم في بلورة صورة معينة للتوتر، سواء لدى المواطنين أو لدى المتابعين الدوليين. الرأي العام يتأثر أيضا بالخطابات التاريخية والموروثات الثقافية المشتركة، ففي حين يرى البعض أن التباين السياسي يعكس مصالح استراتيجية ضرورية، يفسر آخرون هذا التباعد كإشكالية طويلة الأمد تنعكس على حياتهم اليومية. كل طرف يحاول توجيه الرسائل بما يتوافق مع مصالحه الداخلية، ما قد يزيد من صعوبة فهم السياق الكامل للتوترات دون الرجوع إلى المصادر المتوازنة. ومع التطور الرقمي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح لكل فرد القدرة على نشر الرأي والمعلومة، وهو ما أضاف طبقة جديدة من التعقيد. فالقصص المختصرة والتعليقات السريعة قد تعزز الانطباعات السلبية أو الإيجابية بعيدا عن الواقع الفعلي. وهكذا يظل الإعلام والرأي العام عاملين مهمين في استمرار التوتر، وفي الوقت نفسه يحتفظان بإمكانات كبيرة لدعم الحوار وإعادة بناء جسور الثقة
إذا استخدم بشكل موضوعي ومتوازن. على مر العقود ظهرت عدة محاولات لإعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين وتخفيف حدة التوترات. شملت هذه المحاولات مبادرات سياسية ودبلوماسية، وأحيانا وساطات إقليمية ودولية، تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون. كانت الفكرة الأساسية وراء هذه الجهود هي البحث عن حلول عملية للنقاط العالقة، مع الحفاظ على سيادة كل دولة وحقوقها الوطنية. مع ذلك تبقى هذه الجهود دليلا على أن الباب لم يغلق بالكامل، وأن هناك مساحة للحوار والتنسيق إذا توفرت إرادة سياسية صادقة من كلا الطرفين. كما تظهر التجربة أن حل الخلافات طويلة الأمد يحتاج إلى صبر وتفاهم متبادل، وإدراك أن المصالح المشتركة قد تكون عامل توحيد أقوى من الخلافات السياسية العابرة. بعد استعراض كل المحطات التاريخية والسياسية، يبدو أن العلاقة بين البلدين معقدة، لكنها ليست ثابتة. الخلافات المتراكمة عبر العقود انعكست على السياسة، الاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، لكنها لم تمحي الروابط التاريخية والثقافية العميقة بين الشعوب. كل مرحلة من التوتر كانت مرتبطة بسياق سياسي وإقليمي محدد، وبالتالي يمكن النظر إليها كمرحلة ضمن مسار طويل قابل للتغيير. التحدي الأكبر يكمن في بناء الثقة المتبادلة، وإيجاد آليات للحوار والتعاون تستند إلى المصالح المشتركة بعيدا عن التجاذبات السياسية الحادة. فالتجربة تظهر أن الخلافات طويلة الأمد يمكن تخفيف حدتها أو إدارتها بطريقة أكثر استقرارا إذا توفرت الإرادة السياسية ودعمت بالمرونة والموضوعية في التعامل مع الملفات العالقة. في النهاية، العلاقة بين البلدين ليست صراعا أبديا ولا نزاعا بلا حل، بل هي اختبار مستمر للقدرة على التوازن بين السيادة الوطنية والمصلحة الإقليمية المشتركة. وربما يبقى الأمل قائما دائما بأن تتجاوز الدولتان خلافاتهما تدريجيا، ويصبح التعاون خيارا عمليا ينعكس إيجابا على شعوبهما والمنطقة ككل.